من قال أن زمن المعجزات قد ولى لابد أنه لم يشاهد مونديال قطر، فلقد رأينا في تلك البقعة الساحرة من الكرة الأرضية قصصا لم نعهدها إلا في أكثر خيالاتنا جموحا. هتفنا وضحكنا ولعبنا كرة القدم نحن العرب أخيرا كبدن واحد، لا تفرقه سياسة ولا حدود جغرافية ولا لون ولا لهجة. نعم، لقد كان حلما جميلا للأسف، وآن أوان الاستيقاظ. انتهت سنة 2022 وانتهى معها الحلم العربي، وبدأ الشان في الجزائر. لمن لا يعرفه فهو بطولة إفريقيا للمحليين، ويمنع فيها مشاركة لاعبين مغتربين أو يلعبون خارج بلدانهم الأصلية، وهي بطولة تقام كل سنتين ابتداء من سنة 2009، وكان المغرب هو آخر بطل لهذه المنافسة. وقد جاءت هذه المسابقة للترويج للبطولات المحلية في إفريقيا، وإعطاء فرصة للاعبين المحليين أن ينافسوا منتخبات أخرى غير منتخبات بلادهم. ولقد كانت أهدافها سامية منذ البداية، تعزز الوحدة الأفريقية وترفع من شأن إفريقيا أمام العالم. تم الاعتراف ببطولة إفريقيا للمحليين من طرف الفيفا، وصارت المباريات التي تجري في دوراتها تؤثر على ترتيب المنتخبات المشاركة. واجهت البطولة العديد من المشاكل طبعا، أهمها الحروب الأهلية وقلة الخبرة في التنظيم والملاعب المتهالكة في إفريقيا. ورغم ذلك فإن هذه البطولة لها طابع إفريقي محض يميزها عن بطولة إفريقيا التي تحتضن اللاعبين الدوليين الذين يلعبون في أوروبا. بدأ إعلان الشان في الجزائر بعد كأس العالم مباشرة، ولقد انتظر العرب أن تكون ملحمة أخرى من الالتحام العربي، ولكن مصر وتونس قد انسحبتا من المشاركة حتى قبل بدء التصفيات. ورغم ذلك كان البعض يترقب دورة ممتازة ولعبا جميلا مع ما تبقى من العرب، ولكن فعلتها السياسة مرة أخرى. إنها ليست سياستنا نحن، بل هي سياسة فرق تسد التي لم يستطع العرب بعد تمييزها، وكان أغلب محللي مونديال قطر يراهنون عليها. إن أعداءنا رأوا ما يمكن أن ننجزه، رأوا انفعالاتنا المشتركة وكرهنا وحبنا المتزامنين، رأوا نضالاتنا السابقة في عهد الإسلام الجميل. تذكروا طارق ابن زياد وخالد ابن الوليد، تذكروا الأندلس التي نسيناها، وتذكروا أمجادنا التي خذلناها. فقرروا الرجوع إلى سياستهم الأنجع، وهي فرق تسد، ولعبوا الورقة الرابحة بين كل أوراقهم الدنيئة، وهي ورقة الجزائر المغرب. فمن كان سببا في الحرب بين الجارتين سوى فرنسا التي أنهكت الشعوب اقتصاديا وثرواتيا، ثم رحلت تاركة وراءها سرطانها اللعين وهو الحدود الغير مرسومة. لن ندخل في الحديث عن الحرب أو أسبابها بين الجزائر والمغرب، لأننا نحتاج فيديو مطول عن ذلك، ولكنني سأتحدث عن ما حصل في الجزائر وعما يحصل الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لم أرى شيئا أدعى للخزي من هذا. قبل بداية الشان وبسبب إغلاق الحدود الجوية أمام المغرب، قرر هذا الأخير عدم المشاركة، وبين كر وفر وسب وطحن في التعليقات تزايد الغليان ووصل إلى الانفجار. وفي افتتاح الشان حصل ما لم يكن في الحسبان. لأول مرة نرى في مسابقة رياضية عربية مشجعين يهينون بلدا عربيا آخر وبأسوأ الألفاظ وبمنتهى الشراسة، وكأن البلد العربي الآخر ومواطنيه أعداء وليسوا إخوة وجيران.
الكل يعلم أنها ليست أخلاق الجزائريين، فبلد المليون شهيد لا يمكن أن تنجب أشخاصا بهذه الطباع المنفرة، حيث يسبون ويهينون إخوتهم في الإسلام والعروبة. الكل يعلم أن هؤلاء فئة مندسة لها أجنداتها الخاصة وأطماعها الفردية، ونحن كعرب يمكن أن نتجاوز مثل هذه الأخطاء إن حصلت بيننا، فالأشقاء في البيت الواحد لا يعادي أحدهم الآخر، ولكن ما حصل له تأثير أكبر وأعمق للأسف. في ذلك اليوم حين صرخ مشجعون من مختلف بقاع العالم العربي: ديما مغرب وفلسطين حرة، ارتعدت فرائس أعداء الإسلام من هذا الخطاب الذي حاولوا بكل الطرق إخراسه، ولكن بعد هتاف المشجعين الجزائريين بعبارات السب والشتم لإخوانهم المغاربة، لا بد أنهم تنفسوا الصعداء وعلموا كم نحن ضعفاء وأغبياء. تفرقنا السياسة حتى في أنبل التظاهرات الرياضية. أعداؤنا فهموا اللعبة وسيزاولونها قدر المستطاع. اليوم كانت بين المغرب والجزائر، الأمس كانت بين مصر والسودان، وغدا لربما تكون بين تونس وليبيا، وهكذا نحن نعلم من هو العدو، فلنرتقي قليلا لأننا وصلنا إلى القاع في شان الجزائر.